السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير وعاملين ايه؟ وحشني جدا والله، مقصر معاكم بس والله غصب عني. كل عام وانتم طيبين، وتحياتي النهاردة ليكم جميعا. النهاردة هنشرح مع بعض ميزة جميلة جدا هتجيب لنا آلاف المشاهدات من جميع دول العالم بإذنك يا رب. ان شاء الله انتظروني بعد الانترو. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة الخير وعاملين ايه؟ ان شاء الله باذنك يا رب ان شاء الله هنشرح الميزة النهاردة اللي هتجيب لنا الاف المشاهدات من جميع دول العالم بكل سهولة وبكل بساطة باذن الله. باذنك يا رب. انا بشكر طبعا كل الناس اللي بحيي جميع دول العالم اللي واقفة معايا وان شاء الله بمشيئة الله هنشرح الميزة النهاردة مع بعض. الميزة يا جماعة الخير باختصار شديد، قناة زي قناة مستر بيست. قناة مستر بيست انت ما بتفتحها من مصر هنا بتظهر لك اللغة باللغة العربية، تيجي تفتحها في امريكا تظهر باللغة الانجليزية، تيجي تفتحها بالفرنساوي تفتحها على اللغة الفرنسوية بتيجي لك باللغة الفرنسوية. فالميزة الجديدة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي ميزة الدبلجة. ميزة الدبلجة بمعنى انت حضرتك بتتكلم باللغة العربية، فاللي بيفتح الفيديو مثلا ولو يكن من امريكا فهيظهر له الكلام كله باللغة الانجليزية. فميزة الدبلجة دي فبالتالي هتقدر فيديوهاتك تنتشر لأكبر مستوى وأعلى مما تتخيل إن شاء الله بمشيئة الرحمن. هندوس على كلمة في البداية، ندوس على كلمة الإعدادات. دوسنا على كلمة الإعدادات فتحت. أنا مش هشرح أي حاجة إلا ميزة اللي هي ميزة الدبلجة إزاي أفعلها على قناتي. طيب في بداية الأمر هدوس على كلمة الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات. جابت لي الإعدادات التلقائية. ده يا جماعة الخير ده لو أنا عاوز أكتب، طبعا إحنا ما بنكتبش زي ما أنا شرحت قبل كده، وهسيب لكم في الوصف برضه فيديو إزاي تعمل إعدادات القناة بطريقة احترافية جدا. طيب في بداية الأمر أنا هدخل على ميزة الدبلجة عشان أنا هشرح النهاردة ميزة الدبلجة بس. طيب الاعدادات المتقدمة هدوس عليها بتفتح لي الخانات اللي قدامنا دي كلها، التراخيص واللغة العربية. هننزل تحت كده، اول ما ننزل تحت هنلاقي كلمة الدبلجة التلقائية، وبيقول لي ايه بقى؟ سيتم تلقائيا ترجمة المقاطع الصوتية الى اي لغة مختلفة واضافتها الى الفيديو. فدي يا جماعة الخير هتبقى ميزة رهيبة جدا لجميع فيديوهاتنا تنتشر على مستوى العالم بالكامل. انا بشرح في مجال اهو تعليم قنوات اليوتيوب وازاي نعمل قناة وازاي نعمل اعداد احترافية للقناة. فالميزة دي هتجيب لنا مشاهدات من جميع دول العالم. وزي ما قلت في بداية الفيديو، مستر بيست اما بيجي يظهر، انا بتكلم على قناة على العموم، قناة مستر بيست اما بتظهر مثلا على، بفتحها هنا من مصر بتظهر لي باللغة العربية، بفتحها في امريكا بتظهر لي باللغة الانجليزية، بفتحها في اي مكان. فان شاء الله بمشيئة الرحمن هتبقى ميزة رهيبة جدا. انا فعلت الميزة بالفعل اهو، كاتب لي السماح بالدبلجة التلقائية، مراجعة الدبلجة يدويا قبل النشر، مراجعة الدبلجة لجميع لغات العالم. وفي ميزة برضه ظهرت معايا اهي، مراجعة الدبلجة بلغات تجريبية فقط. يعني ايه؟ في لغات كتير يا جماعة ظهرت اكتر، فاللغات دي بالتالي هتبتدي تظهر معانا. فكمثال اقوم طالع من هنا واقوم داخل على كلمة المحتوى. انا للاسف والله ما عنديش دلوقتي فيديو اللي انا احمله او ارفعه على القناه اللي انا اوريه لكم الطريقه بالظبط ايه اللي هتحصل. وادوس على علامه القلم. دوست على علامه القلم، هنا ظهرت كلمه جديده معايا اسمها اللغات. دوست على كلمه اللغات. بصوا يا جماعه الخير، والفيديو بيتحمل هيجي هنا بالتالي هيجي يقول لي جاري المعالجه. هتكتب لي جاري المعالجه،
فبالتالي هيبتدي يعمل لي بدلجة للفيديو بتاعتي اوتوماتيك، فبالتالي هيبتدي يجيب لي مشاهدات اعلى، وهتجيب لي مشتركين اكتر، وهيجيب لي ميزات كتيرة. طبعا احنا ان شاء الله بمشيئة الرحمن هنشرحها باذن الله في فيديوهات تاني بعد كده باذنك يا رب. والله الموفق. بصوا يا جماعة الخير، انا حاطط لكم في الفيديو بتاعي الوصف، في وصف الفيديو انا حاطط جميع منصاتي. المنصات بتاعتي اهي، الفيسبوك والانستجرام وتويتر والتيك توك بتاعي، وصفحة اللي يحب يشترك معايا في اي صفحة من صفحاتي انا تحت امره، وقناتي على التليجرام وقناتي على الواتساب. وانا بحييكم جميعا جدا، بحييكم والله على وقفة اخوكم، على وقفكم جنب اخوكم احمد حافظ. تحياتي والله ليكم جميعا. اللي محتاج مني حاجة يسيب لي في التعليقات او يدخل على اي منصة ويتواصل معايا، انا تحت امركم. وكل عام وانتم طيبين وسعداء. ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم واشتراككم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم جميعا اخواتي الكرام. مع السلامة عليكم.